السلام عليكم مشاهدي الكرام، لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين على خير. كيف ما وعدتكم غيكونوا عده مفاجآت على القناه، واليوم اول مفاجأة اللي هي الزيت المستعمل اللي غنصايبوا به صابون الصلب للملابس. كيف كتلاحظوا هذا الزيت مستعمل، قلينا فيه اللوز، وهانتوما كتشوفوا اللون ديالو داكن شويه. هذه كانت غير قليه وحده ديال اللوز. يعني نعطيكم العبار ديال الزيت. عندنا 500 غرام ديال الزيت المستعمل، كذلك ناخذ 66 غرام ديال صودا قشور او صودا كاويه، ناخذ كذلك 121 غرام ديال الماء. هذه كميه قليله ولكن تقدروا ديروا كميه كثيره، غادي نعطيكم العبار ديالها. ومن طبيعه الحال هذه الكميه ما جاتش عشوائيه، تخدات بالاله الحاسبه موندريلانديا اللي وضعنا فيها، يعني اللي كنوضعوا فيها الزيوت، وهي كتعطينا العبارات ديال الماء والصودا كاويه. شحال خاصنا نديرو؟ بالنسبه لي انا وضعت فيها ويل غوسيكلي، زيت مستعمل، وهي عطاتني شحال خاصني ندير ديال الماء وشحال خاصني ندير ديال الصودا كاويه. كيف كتلاحظوا خلطنا الماء مع صودا كاويه، خلينا المحلول كينخفض الدرجه ديالو، درجه الحراره ديالو ل 40. جينا الزيت عبرناها كذلك. كيف كتلاحظوا شوفوا معايا الميزان 500 غرام ديال الزيت المستعمل. من بعد كذلك غناخذوا هذا الزيت سخناه على 40 درجه. بعد ما سخناه على 40 درجه غادي نجيبوا المحلول كذلك اللي وصل لينا حتى هو كذلك 40 درجه. كيف كتلاحظوا كنخلطوا المحلول مع الزيت. من بعد ما كنحركوا مزيان كنجيبوا الميكسور وكنخلطوا حتى كيوصل لينا لمرحله الاثر. الناس اللي ما كيعرفوش مرحله الاثر او مرحله التصبن، اللي بغيت نقول لكم هو ان تقدروا توصلوا للمرحله اللي كيوصل ليها الكيك الخفيف. يعني فاش كنديروا الكيك وكنخليوه خفيف، بحال هكذاك. يعني هذه المرحله هذه فين، يعني باش تقدروا تعرفوا مرحله الاثار اللي كيوصل ليها الصابون الصلب. يعني انا كنوريكم الطريقه اللي تقدروا تخدموا بها هذا الزيت المستعمل. وبغيت السيدات انهم يصيبوا في البيوت ديالهم ويصيبوا صابون للملابس. كيف كتلاحظوا غادي نستمروا على التحريك حتى كيوصل لمرحله الاثر او مرحله التصبن، وغادي نجيبوا القوالب باش نوضعوه. تقدروا تديروا مثلا شي قالب ديال الحلوى ما بقيتوش كتستعملوه ديال السيليكون، او مثلا شي قالب يكون عندكم في البيت. مهم السيدات ضروري غيقدروا يبتكروا شي حاجه في البيت ديالهم باش يقدروا يوضعوا فيها الخليط ديال الصابون. انا استعملت هاد القوالب لانني كنستعمل كندير فيهم الصابون الصلب الطبيعي. كيف كتلاحظوا هاد الكميه ديال 500 غرام ديال الزيت المستعمل، تبارك الله راه خرجت لي هاد الكميه ويعني وفيره. الا كانت عندكم مثلا 4 كيلو، لان كيف كتلاحظوا ان دائما في الفيديوهات اللي كنقدم لكم اننا كنوزنوا المقادير ديال الصابون الصلب، كنوزنوهم بالغرام، سواء كان الماء او الصودا او الزيوت، اي حاجه كنوزنوها بالغرام. يعني ما كنديروش المليلتر ولا شي حاجه، كنديروا الغرام فقط. اذا تقدروا تاخذوا الميزان وتعبروا فيه. مثلا كاينه مثلا 4 كيلو ديال الزيت المستعمل، يعني 4000 غرام هي اللي غتكون مكتوبه في الميزان، 4000 غرام. غادي نعطيكم هذا القياس هذا ديال 4000 غرام، وغادي تلقاوه كذلك في صندوق الوصف. 4000 غرام كنضيفوا عليها 966 غرام ديال الماء، وكنضيفوا عليها كذلك 525 غرام ديال الصودا كاويه. هاد المقياس هذا، هاد القياس اللي عطيتكم ديال الناس اللي كيقليو بزاف، يعني ديال البطاطا في الدار، وهذا كيقدروا ياخذوا هاد الزيت وكيديروه في شي مثلا شي بوديزه وكيخزنوه. يعني تقدر تكون عندهم كميه وفيره في البيت، فلهذا يقدروا يستعملوا مثلا ب 4000 غرام
اللي هي 4 كيلو. وهذا القياس هذا كيخرج لينا 5 كيلو و492 غرام ديال الصابون الصلب، يعني تقريبا راه غتخرج لينا واحد 50 صابونه تقريبا. كيف كتلاحظوا بعد ما وضعنا الصابون الصلب في القوالب خليناه مده ديال 4 ايام، لانه ما فيش الزيت اللي كتصلب لينا الصابون. الزيت المستعمل كيخصو مده تقريبا 4 ايام حتى ل5 ايام عاد كيتصلب. شوفوا تبارك الله كيفاش جا، يعني راه كيبان صابون طبيعي زوين. انا واحد المساله ما قلتهاش لكم، هذا الزيت هذا كان يعني ديال اللوز، كان مقلي فيه اللوز، يعني فيه واحد الريحه زوينه. ما احتاجيتش انني نوضع فيه نكهات، يعني مثلا المعطر ما احتاجيتش انني ندير فيه، لان جات واحد الريحه ديالو زوينه، ما فيش واحد الريحه خايبه. مثلا بحال ديال البطاطا نقدروا نضيفوا مثلا الماء ديال الخزامه عوض هذاك الماء اللي درناه اللي كنخلطوه مع الصودا كاويه، نقدروا هو نكونوا دايرين فيه الخزامه. نقدروا نستعملوا بي ليسونسيل زيت اساس ديال الخزامه او الحامض، يعني كل واحد على حساب المعطرات اللي كيبغي يكون عنده يعني في الملابس، لان اي عطر درتيه في الصابون فغادي يكون عندك في الملابس. كيف كتلاحظوا هذه واحد تجربه بسيطه وما تضحكوش عليا، تجربه بسيطه درتها لكم. كيف كتلاحظوا خدينا هذا الفولار هذا وجبناه لهذا الاناء، درنا فيه الماء، وغادي تشوفوا التجربه اللي هي صراحه انا كان عليا نجيب فولار اسود باش يبان لكم مزيان. نقدر نديرها معكم في فيديوهات قادمه ان شاء الله. كيف كتلاحظوا يعني هاد صابونه شفتوها كيفاش كتطلق في الماء، يعني كيبان لكم الصابون تبارك الله. غادي نديروها في هاد الفولار، يعني راه تبارك الله واحد الرغوه كثيره كثيره، يعني كثيفه رغوه اللي زعما صراحه يعني كتكون. والريحه ريحه زوينه، يعني ماشي طالعه واحد ريحه خايبه ولا شي حاجه، يعني ما كاين لا زفوره لا حتى شي حاجه. غادي تجربوه، وكنتمنى ان شاء الله تردوا عليا في كومونتير كيفاش جاكم هذا الصابون هذا. تنساوش لايك، وما تنساوش كذلك كومنتار زوين، وما تنساوش كذلك بارطاجي وكاينين الناس يبغاو يوصل لهم هاد لا فيديو. شكرا لكم. وكيف كتلاحظوا راه تبارك الله الرغوه كثيره كثيره تبارك الله، والسيدات ما شاء الله راه كيبغيو الرغوه تكون كثيره في التصبين. غادي تصايبوا هاد الصابون هذا وما غاديش تندموا عليه. وللتوضيح ان هاد الصابون هذا كيف كتلاحظوا راني حيدته من المول ديالو وحطيته، ومباشره جبت هاد الاناء والماء ودرت لكم تجربه. يعني هاد الصابون باقي جديد وتبارك الله فيه الرغوه كثيفه، ويعني الا بقى في مرحله الحضانه وخليناه مثلا واحد الاسبوع او مثلا اسبوعين، يعني راه غادي نلقاوه احسن من هكذا. يعني راه غنلقاو الرغوه اللي حنا ما كنتخيلوهاش، يعني غتكون رغوه كثيره ان شاء الله وغادي يعجبكم. واللي بغيت نقول لكم قد ما قدام الصابون قد ما كيعطينا رغوه اكثر. كنتمنى لا فيديو يعجبكم، وشكرا على المتابعه. وما تنساوش لايك، وما تنساوش كومنتير، وما تنساوش كذلك تبارطاجيو. واللي ما مابونيش في القناه يتابونا. ومرحبا بكم كاملين، مرحبا بتساؤلاتكم، وشكرا على المتابعه والى اللقاء.